السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. بإذن الله يا جماعة احنا هنكمل معاكم الدرس الثاني في الجغرافيا. والدرس الثاني في الجغرافيا بيتكلم عن التضاريس، تضاريس العالم. وعشان انا اكلمك عن تضاريس العالم هو درس جميل وسهل ولذيذ، فاحنا مش عايزين نصعبه على نفسنا وهو لطيف جدا. فاحنا هناخد تضاريس العالم باذن الله ونفرمها كلها. واي حد عنده استفسار في اي حاجه يكتب لي في الكومنتات. معكم استاذ مجدي احمد، استاذ التاريخ للثانويه العامه. يلا بينا. الدرس الثاني يا جماعه بيتكلم عن تضاريس العالم. بيقول لك هي بتتنوع اشكال السطح اللي هي يعني التضاريس وتختلف من قاره الاخرى. ويتضح لنا ان هناك ثلاث اقسام، عندي ثلاث اقسام تضاريسيه: جبال وهضاب وسهول. فاحنا هنمسك اول حاجه يا جماعه عندي قاره اسيا. هنكمل بقى يا جماعه الجزء بتاع التضاريس، وانا لما باجي اكلمك عن التضاريس لازم تركز معايا. التضاريس يا جماعه طالما هتكلم عن اي تضاريس قاره فانا هتكلم عن جبالها وهتكلم عن هضابها وهتكلم عن سهولها، لان هو بيقول لك التضاريس دي بتنقسم الى ثلاث اقسام تضاريسيه: جبال وهضاب وسهول. فتعالى كده نبص على تضاريس قاره اسيا. انا عارف ان هي دسمه بس هنحاول ان احنا نبسطها، فركز معايا. هنمسك جبالها الاول. بصوا يا جماعه، احنا قلنا في شرق اسيا جبال اليابان، يبقى اول حاجه الجبال في شرق اسيا عندك جبال اسمها جبال اليابان. في الوسط الهيمالايا، يبقى كده جبال الهيمالايا دي موجوده فين؟ في وسط اسيا، صح ولا لا؟ طب في الغرب، قال لك في الغرب عندك جبال طورس وعندك جبال زاجرس. جبال طورس دي فين؟ موجوده فين؟ قال لك في تركيا. طب زاجرس دي موجوده فين؟ قال لك موجوده في العراق. قال لك طبعا زاجرس موجوده فين؟ في العراق. وفين تاني؟ في ايران. زاجرس موجوده فين؟ في العراق وايران. تاني يبقى في شرق اسيا عندك جبال اسمها جبال اليابان. في الوسط عندك جبال الهيمالايا. طب في الغرب عندي طورس وزاجرس. طورس موجوده فين؟ في تركيا. طب زاجرس موجوده فين؟ في العراق وايران. انا عايز اقول لك ان هنا جبال الهيمالايا اهي ليها اعلى قمه جبليه وهي قمه جبل ايفرست. قمه جبل ايفرست. يبقى في شرق اسيا جبال اليابان، في الوسط الهيمالايا وتعلوها اعلى قمه جبليه هي قمه جبل ايفرست. في الغرب طورس، في غرب اسيا في طورس وزاجرس. طورس دي موجوده فين؟ في تركيا. وزاجرس دي موجوده فين؟ في العراق وايران. تمام. احنا كده عملناها الجبال باللون الاحمر. صعبه؟ تمام اهو. تمام. قال لك بقى ايه؟ عند الهضاب بقى. اما الهضاب في وسطها تبت. ادي التبت اهي. يبقى دي هضبه اسمها هضبه التبت. تمام؟ عارف لما واحده مثلا تبقى متضايقه من حد مثلا تقول لها ينعل ابو ام تبتك، ده انت بنت تبته. اهو التبته دي اسمها هضبه التبت. والدكن او الدكن في وسط الهند. بصوا يا جماعه، هضبه الدكن موجوده في جنوب اسيا، في وسط الهند. اسمها ايه؟ هضبه الدكن. يبقى هضبه التبت. وخلي بالك ان هضبه التبت دي تعرف بسقف العالم. تعرف بسقف العالم. ليه؟ لارتفاعها عن قمم الجبال. لارتفاعها عن قمم الجبال. تاني، في شرق اسيا جبال اليابان، في وسط اسيا الهيمالايا كمان. طب في الغرب طورس وزاجرس. طورس موجوده فين؟ في تركيا. طب زاجرس موجوده فين؟ في العراق وايران. طب الهضاب في وسطها تبت. والدكن في وسط الهند. الدكن في وسط الهند والتبت في وسط اسيا. تمام. هضبه التبت تعرف بسقف العالم ليه؟ تقول لي لارتفاعها عن قمم الجبال. قال لي وعندك هضبه ثانيه اسمها وشبه جزيره عربيه. هضبه شبه الجزيره العربيه دي موجوده فين؟ قال لك في الجنوب الغرب. في الجنوب الغرب. طيب تاني كده، انا كده خلصت الجبال والهضاب. تعال نبسطهم تاني. اول حاجه قلت لك في شرق اسيا جبال اليابان، في وسطها الهيمالايا كمان. في الغرب طورس وزاجرس. طورس موجوده في تركيا، زاجرس عراق وايران. طب بالنسبه للهضاب، اما الهضاب في وسطها تبت.
والتبت تعرف بسقف العالم لارتفاعها عن قمم الجبال. والداكن دي موجودة جنوب آسيا ووسط الهند. وشبه جزيرة عربية دي في اتجاه الجنوب الغرب، يبقى في جنوب غرب آسيا في هضبة اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية. كلام جميل. بص بقى بعد كده بيقول لي أما السهول الفيضية، يعني هنتكلم عن السهول الفيضية في آسيا. عندي إيه؟ قال لي عندك نهر أهو اسمه أوب، نهر أوب، ونهر ينسى، ونهر لينا. أما السهول الفيضية أوب ينسى لينا بيجروا فين؟ قال لك في سهول اسمها سهول سيبيريا أو سهول سيبيريا، سهول سيبيريا. ماشي؟ أنا عايز أقول لك أما السهول الفيضية نهر أوب وينسى ولينا وبيجروا في سهول إيه؟ سيبيريا. تمام؟ طبعا لو جيت قلت لك بيصبوا فين تقول لي في المحيط القطبي الإيه؟ الشمالي. تمام؟ عشان كده بيقول لك إن هم بيفقدوا أهميتهم أهو، يفقدوا إيه؟ أنهار أوب وينسى ولينا أهميتهم في الشتاء. ليه؟ هتقول لي نظرا لبرودة الايه؟ الجو لاقترابهم من المحيط القطبي الايه؟ الشمالي. كلام جميل قوي. يبقى عندي نهر أوب وينسى ولينا بيصبوا فين؟ في المحيط القطبي الايه؟ الشمالي. يبقى انا عندي نهر أوب وينسى وايه؟ ولينا. طبعا يا جماعه دول طبعا بيتجمدوا ايه؟ في الشتاء نظرا لبرودة الايه؟ الجو. طيب المهم بعد كده قال لك اما السهول الفيضيه وبينسى لينا في سهول ايه؟ سيبيريا. وفي الجهات الشرقيه، يعني عندي في الجهات الشرقيه عندي نهر ينجستي، وعندي كمان نهر ايه؟ ينجستي في سهل هنا اسمه سهل الصين. ماشي؟ وعندي هنا سهول ايه؟ منشوريا. فانا بقول ايه؟ عندي بقى اما السهول الشرقيه ينجستي الصين ومنشوريا. وبعد كده عندي واخيرا دجله والفرات. عندي هنا دجله وعندي هنا الفرات بيصبوا في هنا في خليج اسمه الخليج العربي، في خليج اسمه الخليج الايه؟ العربي. قال لك وكمان جنب الهند اهو تلاقي السند، نهر السند يعني بيصب في طبعا فين؟ في البحر العربي بالتحديد، ومن البحر العربي بيصب في المحيط الايه؟ الهندي. فبنقول جنب الهند تلاقي السند بيصب في المحيط الهندي. كلام جميل قوي. يبقى تاني معلش يا مستر حاضر. يبقى في شرق اسيا جبال اليابان، في الوسط الهيمالايا. الهيمالايا تعلوها اعلى قمه جبليه وهي قمه جبل ايفرست. بعد كده قلت لك في الغرب طورس وزاجرس. طورس موجوده في تركيا، زاجرس موجوده في العراق وايران. اما الهضاب في وسطها تبت. تبت تعرف بسقف العالم لارتفاعها عن قمم الجبال. والدكن في وسط الهند، في وسط الهند وهي تقع جنوب ايه؟ اسيا. دكن في وسط الهند. وفي طبعا في جنوبها الغرب عندي هضبه شبه الجزيره الايه؟ العربيه. فبقول اما الهضاب في وسطها تبت، والدكن في وسط الهند، وشبه جزيره عربيه في اتجاه الجنوب الايه؟ الغرب. قال لي اما السهول الفيضيه اوب وينسى ولينا بيجروا في سهول ايه؟ سيبيريا، بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي. عشان كده بيفقدوا اهميتهم في الشتاء نظرا لبروده الايه؟ الجو. بعد كده قلنا وفي الجهات الشرقيه دي اسمها السهول الشماليه يا جماعه، ودي السهول الشرقيه. وفي الجهات الشرقيه عندي ينجستي الصين ومنشوريا، ينجستي الصين ومنشوريا، ينجستي الصين ومنشوريا. طبعا قلت لك واخيرا دجله والفرات بيصب في الخليج الايه؟ العربي. وجنب الهند تلاقي السند بيصب في المحيط الايه؟ الهندي. طيب طبعا عندك هنا خليج اسمه خليج البنغال، وركز فيه عشان بيتكرر. وقلت لك هنا جزر اليابان وجزر الفلبين اهي طبعا، وايه؟ وعندك تحت هنا اهو دول ايه؟ كده جزر ايه؟ اندونيسيا. طيب تعالى كده معايا. بص كده معايا واحده واحده. بص كده اهو الجبال تظهر السلاسل الجبليه الضخمه من اكبرها طبعا ايه؟ انا قلت لك غرب القاره
وشرق القاره وسط القاره نبدا ايه؟ قلت لك في شرق القاره ايه؟ جبال اليابان، في الوسط ايه؟ الهيمالايا وتعلوها اعلى قمه جبليه قمه جبل ايه؟ ايفرست، وهي اعلى جبال الايه؟ العالم. طيب وغرب القاره قلت لك طوروس تركيا، زاجروس عراق وايه؟ وايران. قلت لك اما الهضاب قلت لك طبعا في وسط القاره ايه؟ عندك هضبه الايه؟ التبت، وتعرف هضبه التبت بسقف الايه؟ العالم لارتفاعها عن قمم الايه؟ الجبال. وقلت لك في جنوب القاره طبعا في جنوب قاره اسيا يعني عندك هضبه اسمها هضبه الايه؟ الدكن، ودي تقع في وسط الايه؟ الهند. وقلت لك وشبه جزيره عربيه في اتجاه الجنوب الايه؟ الغرب. كلام جميل. بعد كده قلت لك السهول، طبعا انت عندك سهول ساحليه وسهول فيضيه. نبدا بالسهول الفيضيه الاول. السهول الساحليه اي محيطات او اي بحار، فبيقول لك على طول سواحل المحيطات. عندك طبعا محيط قطبي ايه؟ شمالي، وعندك محيط هادي ومحيط هندي، وعندك البحار التي تحيط ايه؟ بالقاره. وقال لك في كمان يا مستر متفرقه داخل القاره، سهول ساحليه يعني متفرقه داخل القاره، زي ايه؟ بحر اسمه بحر قزوين. بعد كده عندك السهول الفيضيه قلتها لك، انت عندك السهول الفيضيه اتنين، عندك سهول شماليه وعندك سهول شرقيه. السهول الشماليه اهو زي عندك ايه؟ اهو نهر اوب ونهر ينسى ونهر لينا، ودول يا مستر اهو بيجروا في سهول ايه؟ سيبيريا اهو، وتصب في المحيط القطبي الايه؟ الشمالي، وتتجمد في فصل الشتاء فتفقد اهميتها الايه؟ الاقتصاديه. قلت لك الكلام ده كله. اما بقى السهول الشرقيه عندك طبعا ايه؟ قلت لك ينجستي صين اهو، نهر الينجستي اهو بيجري ايه؟ في سهول شرق الايه؟ الصين. قال لك عندك كمان سهول منشوريا اهو، ينجستي صين ومنشوريا. واخيرا نهر دجله والايه؟ والفرات بيصبوا في الخليج الايه؟ العربي. وقلت لك جنب الهند اهو، جنب الهند تلاقي نهر السند بيصب في البحر الايه؟ العربي، ومنه الى المحيط الايه؟ الهندي. طيب كلام جميل قوي. تاني بقى قاره يا جماعه، وهي قاره ايه؟ افريقيا. وطالما بكلمك عن قاره افريقيا يبقى انا بكلمك عن القاره للاسف مصر موجوده فيها. بص بقى يا جماعه، قاره افريقيا اول حاجه انا عايزك وانت بتذاكر تربط الاثنين ببعض. يعني تقول لي مثلا شمالها بحر متوسط، شرقها بحر احمر ومحيط ايه؟ هندي وكده يعني. المهم اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ المهم اللي انا عايز اقوله لك ان انت تعمل ربط ما بين الاثنين كده وتيجي على قاره افريقيا بقى. بص افريقيا، ركز، افريقيا فيها هنا كده جبال اسمها جبال اطلس. افريقيا فيها جبال اطلس، خلي بالك. وتنقسم فيها جبال اطلس، طبعا انت عارف من زمان ان فيها اطلس التل في الشمال واطلس الصحراء في الجنوب. وفي هنا تنحصر بين جبال اطلس هضبه اسمها هضبه الشطوط، تنحصر بينهما هضبه اسمها هضبه الشطوط. يبقى افريقيا فيها جبال اطلس، دي موجوده في الشمال الغرب، تمام. وكمان عندي جبال البحر الاحمر. يبقى افريقيا فيها جبال اطلس وجبال البحر الاحمر. طب شرقها عندي جبل هنا اسمه جبل كينيا، وعندي جبل اسمه كلمنجارو. يبقى في شرقها كينيا وكلمنجارو. دراكنزبرج عندي جبل هنا، جبال اسمها جبال دراكنزبرج. يبقى تاني، افريقيا فيها جبال اطلس وتنحصر بين جبال اطلس هضبه اسمها هضبه الشطوط. تاني افريقيا فيها جبال اطلس وتنحصر بين جبال اطلس هضبه اسمها هضبه الشطوط. موجود كمان ايه؟ شرقها في كينيا وكليمنجارو، وعندي جبال البحر الاحمر. يبقى افريقيا فيها جبال اطلس وجبال البحر الاحمر، شرقها كينيا وكليمنجارو، وعندي دراكنزبرج. دراكنزبرج دي موجوده فين؟ في الجنوب الشرق. دراكنزبرج موجوده فين؟ في الجنوب الشرق. دراكنزبرج موجوده فين؟ في الجنوب الشرق. يبقى افريقيا فيها جبال اطلس تنحصر ما بينهم هضبه اسمها هضبه الشطوط. افريقيا فيها جبال اطلس وجبال البحر الاحمر، شرقها كينيا وكلمنجارو. دراكنزبرج جنوب شرقي، دراكنزبرج جنوب شرقي. طيب بعد كده احنا خلصنا الجبال، هنخش على الهضاب. وقال لك انت عندك وهضبة الصحراء الكبرى فين؟ في شمالها، في شمال القارة. طيب وعندي هضبة اسمها هضبة جنوب افريقيا فين؟ في جنوبها. يبقى انا عندي كده يا جماعة الجبال، انا عندي جبال اطلس، افريقيا فيها جبال اطلس تنحصر بينها هضبة الشطوط، وكمان جبال البحر الاحمر شرقها في جبل كينيا وكلمنجارو، وعندي دراكنزبرج جنوب شرقي.
دراكنزبرج جنوب شرقي. وعندي هضبة الصحراء الكبرى في شمالها فوق في الشمال. وهضبة جنوب افريقيا في جنوبها تحت. وخلي بالك بتقطعها شوية انهار زي نهر ليمبوبو ونهر اسمه نهر اورنج. نهر ليمبوبو ونهر اسمه نهر ايه؟ اورنج. يبقى هضبة افريقيا، هضبة جنوب افريقيا او افريقيا الجنوبية او جنوب افريقيا بتقطعها عدة انهار زي نهر ليمبوبو ونهر اورنج. يبقى هضبة الصحراء الكبرى في شمالها، هضبة جنوب افريقيا في جنوبها. تمام؟ قال لك وفي شرقها، يعني في الشرق في اثيوبيا. وخلي بالك اثيوبيا هي الحبشه. وعندي هنا كده هضبه البحيرات الاستوائيه في وسطها. يبقى هضبه اثيوبيا هي الحبشه في شرقها. طب هضبه البحيرات الاستوائيه في وسطها. طيب بص بقى، انا عندي هنا كده نهر اسمه نهر الايه؟ النيل. خلي بالك ان نهر النيل ده بيقطع هضبتي اثيوبيا وبيقطع هضبة البحيرات الاستوائية. عشان كده بيقول لك ايه؟ يجي يقول لك أهمية البحيرات الاستوائية وأهمية هضبة اثيوبيا، أهمية الهضبتين دول اثيوبيا والبحيرات الاستوائية. هتقول لي ينبع منهما روافد نهر النيل. ينبع منهما ايه؟ روافد نهر النيل. يبقى إذا يا مستر الجبال، أفريقيا فيها جبال أطلس وجبال البحر الأحمر، شرقها كينيا وكلمنجارو، وعندي دراكنزبرج جنوب شرقي، وعندي هضبة الصحراء الكبرى في شمالها، وهضبة جنوب افريقيا في جنوبها. وهضبة جنوب افريقيا بيقطعها نهرين، نهر اسمه نهر ليمبوبو ونهر اسمه نهر اورنج. تمام. وعندي نهر النيل بيقطع هضبة اثيوبيا وهضبة البحيرات الاستوائية. عشان كده لما اجي اقول لك ايه اهمية هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة اثيوبيا، هتقول لي ينبع منهما روافد نهر النيل. كلام جميل قوي. طيب بعدين يا معلم قال لك ايه؟ وهضبة الصحراء الكبرى في شمالها وهضبة الجنوب. اما السهول الفيضية بقى، عندي السهول الفيضية انا عندي يا جماعة، عندي نهر النيل اهو، وعندي نهر اورنج، نهر النيل واورنج اهو، وعندي نهر النيجر ونهر الكونغو ونهر ليمبوبو. تمام؟ يبقى نهر النيل واورنج، نيجر وكونغو وليمبوبو. طيب نهر النيجر ده بيصب فين؟ قال لك في خليج غينيا. طب نهر الكونغو ده بيصب فين؟ في المحيط الاطلنطي. كلام جميل قوي. يبقى طب نهر ليمبوبو ده بيصب فين؟ في المحيط الايه؟ الاطلنطي. طيب يبقى اذا يا مستر كل واحد بيصب في الحاجه اللي جنبه. طيب لما اجي اسالك بقى سؤال، تيجي تقول لي انت كده قلت لي يا مستر، اقول لك انا كده قلت لك الجبال والهضاب والسهول، بس السهول الفيضيه. طيب كلام جميل قوي 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 قوي. قال لي مستر بقى وفي ليبيا صحراء كلينشو، خلي بالك فيها سهول صحراويه، فبيقول لك وفي ليبيا صحراء كلينشو. فين ليبيا؟ ادي مصر ايه؟ وادي ليبيا. في ليبيا هنا في صحراء اسمها صحراء كلينشو. قال لي وعندك صحراء كالهاري هي موجوده في الجنوب اهي. اي صحراء اسمها كالهاري، صحراء كالهاري في الجنوب. قال لك وعندك ادي مصر وليبيا، وعلى الحدود بين مصر وليبيا، يعني ما بين مصر وما بين ليبيا، مصر وليبيا عندك بحر اسمه بحر الرمال الايه؟ العظيم. وعلى الحدود بين مصر وليبيا عندك بحر اسمه بحر الرمال العظيم. طيب تعالى كده نشوف اللي احنا قلناه اهو. قال لك اقصى شمال الغرب عندك جبال ايه؟ اطلس، وتنحصر بينهما هضبه اسمها هضبه الشطوط. عندك في شمال شرق القاره عندك جبال البحر الاحمر اللي بتمشي فين؟ واحنا عارفين في مصر والسودان وايه؟ واريتريا. طب في شرق القاره قلنا جبال كينيا وكلمنجارو. طب اقصى جنوب الشرق، في جنوب الشرق عندك جبال اسمها دراكنزبرج. طيب قلناها. طبعا يا مصر احنا عارفين ان افريقيا بيسودها المظهر الايه؟ الهضبي. ليه افريقيا بيسودها المظهر الهضبي؟ لان فيها هضاب كتير جدا، ماشي، او حيث تشغل الهضاب مساحات واسعه بها. طب يا مصر الهضاب عندي زي ايه؟ قال لي طبعا موجود في شمالها زي ما قلت لك هضبه الصحراء الكبرى في شمالها في ايه؟ في شمالها، ومنها هضبه الصحراء الشرقيه والايه؟ والغربيه في مصر. طيب وعندك يا مصر قلت لك وفي جنوب القاره عندك هضبه جنوب افريقيا في جنوبها وقلت لك فيها نهرين اهو يجري بها نهرين، نهر اورنج ونهر ايه؟ ليمبوبو.
وعندك كمان قلت لك في شرق القاره قلت لك عندك هضبه اثيوبيا وهي الحبشه، او هضبه الحبشه اللي هي اثيوبيا، او هضبه اثيوبيا وهي الحبشه. وكمان في وسط القاره عندك البحيرات الاستوائيه في وسطها زي ما قلت لك. طب ايه اهميه الهضبتين دول؟ هتقول لي بينبع منهما روافد نهر النيل. طيب كلام جميل قوي. بعد كده اتكلمنا عن السهول، انت عندك سهول ساحليه، سهول فيضيه، وسهول صحراويه. تعال نبدا بالسهول الفيضيه. انا قلت لك السهول الفيضيه طالما بقول اي سهول فيضيه يا جماعه في الدنيا يبقى تربتها خصبه صالحه للزراعه، اي سهول فيضيه في العالم تربتها خصبه صالحه للزراعه. طيب قلت لك عندك سهول حوض نهر النيل، قلت لك عندك نهر النيل ده بيمشي في مصر والسودان وجمهوريه جنوب السودان، والذي يصب في البحر المتوسط. طبعا نهر النيل مصبه في البحر المتوسط. قال لك وعندك سور حوض نهر النيجر، نهر النيجر قلت لك بيصب في خليج غينيا، قلت لك فوق. وقلت لك حوض نهر الكونغو، نهر الكونغو بيصب فين؟ في المحيط الاطلنطي، قلتها لك. طب يعني ايه حوض النهر؟ حوض النهر هو الذي يجري فيه النهر وكمان روافد النهر. اسمع، هو الذي يجري فيه النهر وكمان روافد النهر. اسمع تاني، يعني ايه حوض النهر؟ هو الذي يجري فيه النهر وكمان روافد النهر. اللي بيجري فيه النهر وكمان روافد النهر بسميه حوض النهر. طيب كلام جميل قوي. المهم قلت لك بقى السهول الساحليه. طبعا يا مستر عندي بحرين، بحر متوسط وبحر احمر، وكمان عندي المحيطين، محيط اطلنطي ومحيط هندي. تمام. قال لك كمان يا مستر بتتميز بالضيق بصفه عامه. ليه بتتميز بالضيق؟ بسبب اقتراب طبعا حافات الجبال والهضاب من الساحل، ولكنها تتسع عند مصبات الانهار. يبقى بتضيق بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب منها، ولكن بتتسع عند مصبات الانهار. طيب وكده السهول الفيضيه زي الفل. تعال بقول لك السهول الصحراويه. انت عندك السهول الصحراويه هي السهول التي تنتشر في الصحراء الكبرى، وهي سهول متسعه. طبعا انا قلتها لك بقى. تعال اقول لك بقى، عندك اهو بحر الرمال العظيم، لان انا قلت لك بين مصر وليبيا. قلت لك عندك سهول صحراويه. اما السهول الصحراويه عندك في ليبيا اهو، في ليبيا تالك صحراء كلينشو، وعندك صحراء كالهاري في الجنوب. قلت لك على الحدود بين مصر وليبيا عندك بحر اسمه بحر الرمال العظيم، وعلى الحدود بين مصر وليبيا عندك بحر هنا كده اسمه بحر الرمال العظيم. وكده دي يا جماعه اسمها السهول صحراويه رمليه. طيب قاره اوروبا، بصوا يا جماعه، قاره اوروبا جميله ولذيذه. احنا هنتكلم عن جبالها، وهنتكلم عن هضابها، وهنتكلم عن سهولها، السهول اللي موجوده، بحار ومحيطات، سواء ساحليه او سهول فيضيه، سواء بقى انهار. فركز معايا. فبيقول لك انا عندي قاره اوروبا، فبيقول لك قاره اوروبا، في اوروبا جبال الألب يا ابني بدات غرب ومشيت شرق. في اوروبا جبال الألب بدات غرب ومشيت شرق. ماشي، يبقى اذا يا مستر انا عندي جبال تسمى جبال الألب، صح؟ هي تتميز بارتفاعها. يبقى الجبال في اوروبا تتميز بارتفاعها. بص، في اوروبا الجبال تتميز بارتفاعها، في اوروبا الجبال تتميز بارتفاعها، في اوروبا الجبال تتميز بارتفاعها. وطالما تتميز بارتفاعها يبقى يغطي قممها الجليد في الشتاء. الدنيا بتبقى تلج في الشتاء، بتسقع وبتتلج في الشتاء. بس خلي بالك، جبال الألب بتبقى موجودة في وسط قارة أوروبا، بتبقى موجودة في وسط قارة أوروبا. وبدأت منين ومشيت راحت فين؟ قال لك بدأت من الغرب ومشيت راحت الشرق. يبقى الجبال في أوروبا تتميز بارتفاعها، بيغطي قممها الجليد. طب هي موجودة فين جبال الألب؟ في وسط أوروبا. بدأت فين؟ في الغرب، ومشيت فين؟ رايحة الشرق. تمام. طيب يا مستر أسأل سؤال، هي اسمها في البلقان إيه؟ قال لك ليها اسمين، ليها مسميين. في البلقان هنا كده اهو، في البلقان اسمها جبال الألب الدينارية. طيب اسمها في البلقان دينارية. وفي اسبانيا اسمها ايه؟ اهي جبال البرانس. دي اسبانيا يا جماعه. هنا جبال اسمها جبال البرانس، هنا جبال اسمها جبال البرانس. يبقى اسمها في جبال الألب الدينارية، وفي اسبانيا البرانس. خلي بالك ان هي بتجري فيها اوديه تقطعها انهار، زي نهر الراين ونهر الدانوب. تجري فيها اوديه تقطعها انهار زي نهر الراين وكمان نهر الدانوب. عيدها بقى. تمام. يبقى اذا يا مستر انا عندي تاني، يبقى جبال الألب دي، بص احنا لما ننزل كده هوريها لك دلوقتي اهو. بص بيقول لك ايه اهو، جبال الألب
تتميز بارتفاعها، تتميز بارتفاعها، عشان كده بيغطي كمامها الجليد. تفصل بينهما أودية، تفصل بينهما أودية تجري بها أنهار. تفصل بينهما أودية تجري فيها أنهار زي نهر الراين وكمان نهر الدانوب. ماشي، افضل بقى قولها. ماشي يابا؟ تمام. وبعدين يا مستر عندي ايه؟ قال لك بص بقى، بعد كده عندي حاجة مهمة قوي. بعد ما انت قلت لي في اوروبا جبال الألب بدأت غرب ومشيت شرق، اسمها في البلقان دينارية اهو، وفي اسبانيا البارانس. قال لك كمان يا مستر وفي اسبانيا نفس الكلام هتلاقي هضبة. احنا بقى كده بنتكلم عن الهضاب، وركز بقى، الهضاب عكس الجبال. احنا قلنا ايه؟ الجبال جبال الألب بدأت غرب ومشيت ايه؟ شرق. العكس بقى، الهضاب في وسط اوروبا برضو، ولكن العكس بقى، بدأت شرق ومشيت ايه؟ غرب. هنا جبال بدأت غرب ومشيت شرق، اما الهضاب العكس، بدأت شرق ومشيت غرب. عندي في اسبانيا هضبة اسمها هضبة الميزيتا او الميزياتا. طيب، وعندي يا مستر كمان وفي فرنسا نلاقي هضبة تانية اسمها ايه؟ هضبة فرنسا الوسطى. وكمان يا مستر فيها نهر يعني بيقطعها انهار، اسمه ايه النهر ده؟ اسمه نهر السين. نهر السين في فرنسا الوسطى. يبقى بص بقى ابسطها لك، يبقى تاني الجبال في اوروبا جبال الألب، وجبال الألب دي بدأت غرب ومشيت شرق، وجبال الألب دي في وسط اوروبا بدأت غرب ومشيت شرق. تتميز بارتفاعها، تتميز بارتفاعها، بيغطي كمامها الجليد، بيغطي كمامها الجليد في الشتاء، في الشتاء. طبعا يا مستر ما تنساش ان هي بيفصل بينهما أودية بيجري فيها أنهار زي نهر الراين والدانوب. وعايز أقول لك إن كمان في أوروبا جبال الألب بدأت غرب ومشيت شرق، اسمها في البلقان ليها مسميين. في البلقان اسمها إيه؟ جبال الألب الدينارية. وفي أسبانيا جبال اسمها جبال البرانس. وفي أسبانيا بلاقي هضبة اسمها الميزيتا. وفي طبعا فرنسا الاقي هضبه تانية اسمها هضبه فرنسا الوسطى، وكمان فيها نهر اسمه الايه؟ السين. طيب، قال لك في اوروبا دي، في اوروبا قال لك في اوروبا عندك بقى السهول الفيضيه. ركز معايا، ركز معايا. في اوروبا عندك اهو نهر اسمه نهر الفولجا. نهر الفولجا ده اطول انهار اوروبا. نهر الفولجا ده بيصب فين؟ بحر قزوين، يعني مصبه بحر قزوين. يبقى اسال نفسك في اوروبا نهر الايه؟ الفولجا بيصب فين؟ هتقول ايه؟ بحر قزوين. طيب، عندك في جنوب اوروبا نهر اسمه نهر الدانوب، ده بيصب في البحر الايه؟ الاسود. وفي الجنوب نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود. طيب، وعندي ايه بقى؟ وعندي نهر الراين بيصب ببحر الشمال، يبقى نهر الراين الى بحر الشمال رايح. وخلي بالك، ومن اورال اهو، بص من اورال هنا كده اهو، ركز كده معايا. ومن اورال اللي هي جبال اورال للاطلنطي في سهل اسمه السهل الاوروبي الايه؟ العظيم. واقف معاك هنا ثواني، طالما بقول لك سهل اوروبي عظيم، سهل اوروبي عظيم، يبقى انا كده اقول لك اهميه السهل الاوروبي الايه؟ العظيم. هتقول لي مستر السهل الاوروبي العظيم ده بيمتد منين؟ هتقول لي كده بيمتد من جبال الاورال، دي موجوده فين؟ في الشرق، حتى المحيط الاطلنطي فين؟ في الغرب. من جبال الاورال في الشرق حتى المحيط الاطلنطي فين؟ في الغرب. وكمان يا مستر ما تنساش ان السهل الاوروبي ده تربته خصبه صالحه للايه؟ للزراعه، لانه سهول فيضيه، فتربته خصبه صالحه للزراعه. ويوجد به العديد من المدن الرئيسيه. في مدن رئيسيه، ايه هي المدن الرئيسيه؟ قال لك يوجد به العديد من المدن الرئيسيه زي برلين وباريس. برلين وايه؟ وباريس. طيب، لو جيت بصيت هتلاقي بقى السهول الساحليه، بحر البلطي، بحر الشمال، البحر المتوسط تحت في الجنوب، وعندك طبعا محيط قطبي. تعال بقى نبص كده اهو، نفس اللي احنا قلناه يا جماعه، هي سلاسل جبال الألب والتي تمتد في وسط ايه؟ اوروبا من الغرب الى الايه؟ الى الشرق، ليها مسميات. جبال البرانس في شمال اسبانيا،
يعني في اسبانيا جبال برانس، وفي البلقان اسمها جبال القلب الايه الديناريه. طيب الهضاب برضه في وسط اوروبا، بس العكس من الشرق الى الغرب، بتقطعها اوديه نهريه كما تجاورها الجبال. من اهمها طبعا قلنا في اسبانيا. في اسبانيا تلاقي هضبه اسمها الميزيتا، وفي فرنسا بلاقي هضبه ثانيه اسمها فرنسا الوسطى، وفيها نهر اسمه يا جماعه السين. كلام جميل قوي. بعد كده قلنا السهول الساحليه لسه قايلينها، المحيط الاطلنطي، البحر البلطي، وكمان عندي بحر الشمال في الغرب والشمال الغربي. بعد كده اتكلمنا عن البحر المتوسط فين؟ في الجنوب. طبعا يا مستر احنا قلنا الجزئيه دي اللي هي تتميز باتساعها وتعرجها، مما ادى الى انشاء الموانئ الطبيعيه. طب يا مستر بعد كده عندي السهول الفيضيه، قلت لك عندك الساحل الاوروبي العظيم، وده بيمتد من المحيط الاطلنطي، يعني من جبال الاورال شرقا حتى المحيط الاطلنطي. في مدن رئيسيه زي باريس وبرلين، طبعا معظمها يا مستر يتكون من رواسب طينيه، اذا تربته خصبه صالحه للزراعه لان كونتها الانهار. بعد كده قال لك الانهار، انا عندي اطول انهار اوروبا نهر الفولجا، ده بيصب فين؟ في بحر قزوين. قال لك وكمان يا مستر في الجنوب نهر نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود، واخيرا نهر الراين الى بحر الشمال رايح. وبكده يا جماعه يبقى تضاريس قاره اوروبا دنيا جميله هي ولذيذه، انا مش عايزك تصعب الدنيا على نفسك. طيب بعد كده يا جماعه بنتكلم عن تضاريس امريكا الشماليه، وامريكا الشماليه دي تضاريسها مهمه جدا، فركز معايا فيها. بص يا باشا، امريكا الشماليه بنقول فيها يا جماعه، قلنا جبال امريكا الشماليه. تعالى كده نمسك اول حاجه امريكا الشماليه يا جماعه، فيها جبال هنا اسمها جبال اسمها جبال روكي. عارف الكلب لما بتجيب كلب تسميه روكي؟ هي دي امريكا فيها جبال يا جماعه، فيها جبال اسمها جبال روكي. جبال روكي دي يا جماعه توجد في غرب امريكا الشماليه، توجد في غرب امريكا الشماليه، يعني في غرب قاره امريكا الشماليه عندي جبال روكي. وخلي بالك ان هي اعلى قمه جبليه في امريكا الشماليه، اعلى قمه جبليه في امريكا الشماليه هي جبال اسمها جبال روكي. تمام؟ وخلي بالك من نقطه، يبقى امريكا الشماليه في امريكا الشماليه في الغرب عندها جبال اسمها جبال روكي. طب في الشرق عندها جبال اسمها جبال الابلاش. بص بقى، امريكا الشماليه فيها جبال روكي الغربيه وجبال الابلاش في الشرق ما تنساش. يبقى انا عايز اقول لك جبال روكي دي هي اعلى قمه جبليه في امريكا الشماليه. وعندي هنا كده مستر في الشرق جبال اسمها جبال الابلاش. طيب يا مستر عايز اسال سؤال، اعلى قمه جبليه هي مين؟ جبال روكي. طب يا مستر هي توجد فين؟ توجد في غرب امريكا الشماليه. خلي بالك ان جبال روكي بتضيق ساحل المحيط الهادي، ساحل المحيط الهادي، عشان لما يجي يقول لك الساحل اللي يوجد في غرب امريكا الشماليه يتميز بالضيق. ليه الساحل اللي موجود في غرب امريكا الشماليه يتميز بالضيق؟ هتقول له الاقتراب جبال روكي، خليها ثابته معاك. اول لما يجي يقول لك ضيق ساحل في اي منطقه او في اي قاره، تقول له بسبب اقتراب الجبال، وعلى حسب الجبال اللي موجوده في القاره بقى، فانت تقول له بسبب اقتراب جبال روكي من ساحل المحيط الهادي. كلام جميل. طيب يبقى جبال روكي وجبال ابلاش في الشرق ما تنساش. بص بقى بيقول لك عندك هنا كده في الجنوب هضبه المكسيك، يبقى هضبه هنا اسمها هضبه المكسيك. فبيقول لك هضبه المكسيك موجوده فين؟ في الجنوب. وعندي في الشمال الشرقي هنا كده يا جماعه هضبه اسمها لابرادور. يبقى هنا كده في الشمال الشرق هضبه اسمها لابرادور. يبقى مصر في شمال شرق لابرادور. يبقى هضبه مكسيك في جنوب وشمال شرقي لابرادور. هضبة مكسيك في جنوب وشمال شرقي لابرادور. وقال لك هنا في نهر اسمه نهر نيلسون اللي بيصب في خليج اسمه خليج هيدسون. وعندي هنا نهر اسمه سانت لورنس اللي مصبه بيبقى خليج هنا اسمه خليج سانت لورنس. طيب وعندي هنا مستر نهر الميسيسيبي رايح خليج رايح خليج المكسيك، يعني بيصب في خليج المكسيك. يبقى اذا انا مستر انا كده قلت لك الجبال، وقلت لك كمان الهضاب، وقلت لك السهول الفيضيه اللي هو نهر نيلسون بيصب في خليج هيدسون، ونهر سانت لورنس بيصب في خليج سانت لورنس، ونهر الميسيسيبي اللي رايح خليج المكسيك. وخلي بالك انت عندك يا مستر السهول اسمها السهول الوسطى اهي. بص كده عندي هنا كده اسمها السهول الوسطى، والسهول الوسطى دي مهمه قوي يا جماعه. ليه بقى السهول الوسطى مهمه؟ لان بيقول لك السهول الوسطى دي
بتيجي من المحيط القطبي شمالا، بتمتد من المحيط القطبي شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا. تاني، السهول الوسطى تتعدد خصائصها، بتمتد من المحيط القطبي في الشمال حتى خليج المكسيك في الجنوب. تمتد من المحيط القطبي الشمالي حتى خليج المكسيك. كمان تتسع في الوسط. تتسع فين؟ في الوسط. وكمان يوجد بها البحيرات اللي يا جماعه العظمى، يوجد بها البحيرات الخمسه العظمى. طيب كلام جميل. طبعا انت عارف بقى السهول الساحليه يا جماعه، السهول الساحليه انت عندك المحيط الاطلنطي، وعندك المحيط الهادي، وعندك خليج هيدسون، وعندك خليج طبعا اسمه خليج المكسيك. طيب تعالى كده بص على الجبال اهو. الجبال يا جماعه موجوده في شرق القاره، سلاسل جبليه الابلاش اهو في غرب القاره جبال روكي، وهي اعلى الجبال بتاعت امريكا الشماليه، وطالما هي اعلى الجبال يبقى تغطي قممها الجليد. فالغرب جبال روكي، وفي الشرق جبال الابلاش. وما تنساش تمام الهضاب طبعا عندك هضبه، قال لك طبعا هضبه المكسيك في الجنوب وشمال شرق الابرادور. بعد كده عندك السهول طبعا الساحليه، لسه قايل لك المحيط الاطلنطي موجود فين؟ في الشرق، وخليج المكسيك في الجنوب الشرقي، وعندك خليج هيدسون موجود في شمال شرق القاره، وعندك المحيط الهادي في الغرب. وخلي بالك وقال لك سهول ضيقه ليه؟ لاقتراب جبال روكي من ساحل المحيط الهادي. بعد كده قلت لك انا السهول الفيضيه، عندك السهول الوسطى، ودي بتتعدد خصائصها، تمتد من المحيط القطبي الشمالي حتى خليج المكسيك فين؟ في الجنوب. وقال لك تتسع بالوسط اهو، ويغطي الجليد اطرافها الشماليه. ليه اطرافها الشماليه؟ عشان محيط قطبي شمالي، فيغطي الجليد اطرافها الشماليه. ليه؟ عشان قربها من المحيط القطبي الشمالي. قال لك يوجد بها البحيرات العظمى، فيها البحيرات العظمى. قلت لك انا كل ده في كندا والولايات المتحده. قلت لك اهمها طبعا عندي طبعا فيها نهر نيلسون اللي مصبه خليج هيدسون، ونهر سانت لورنس اللي مصبه خليج سانت لورنس، وكمان نهر الميسيسيبي ده بيكون رايح خليج المكسيك، يعني بيصب في خليج المكسيك. نتكلم بقى يا جماعه عن امريكا الجنوبيه. خلاص خدنا امريكا الشماليه، ناخد امريكا الجنوبيه. وعايز اقول لك هتجيب ورقتك وتجمع الاثنين مع بعض، الاثنين. طيب امريكا الجنوبيه. طيب انت عندك امريكا الجنوبيه يا جماعه فيها جبال اهي، كل دي كده اسمها جبال الانديز. يبقى امريكا الجنوبيه فيها جبال الانديز. تمام، جبال الانديز. وقال لي يا مستر طبعا عندك هضبه جيانا فوق اهي، وهضبه باتاجونيا، وكمان هضبه البرازيل. يبقى انا عندي يا مستر الجبال اللي موجوده في امريكا الجنوبيه، انا عندي جبال الانديز، عندي جبال الانديز. وخلي بالك برضه نفس الكلام، جبال الانديز موجوده في غرب امريكا الجنوبيه، وبتضيق ساحل المحيط الهادي. ليه؟ بسبب اقتراب جبال. لما يجي يقول لك ضيق ساحل المحيط الهادي غرب امريكا الجنوبيه، تقول له بسبب اقتراب جبال الانديز من من ساحل المحيط الهادي. نفس الكلام. طيب عايز اقول لك فيها هضبه اسمها بقى بالنسبه للهضاب هضبه جيانا، وهضبه باتاجونيا تحت، وكمان هضبه البرازيل. لما يجي يسالك عن اكبر الهضاب اكبرهم قول له البرازيل. طب لما يجي يسالك عن اصغرهم قول له هضبه اسمها هضبه باتاجونيا. يبقى هضبه البرازيل اكبرهم، اصغرهم هضبه اسمها باتاجونيا. طيب طبعا قال لك عندك بقى ونهر اورنيكو فوق لما تبصوا شمالكم، يعني النهر ده موجود فين؟ في الشمال. يبقى نهر اورينكو موجود فين؟ في الشمال. طيب تحتيه نهر الامازون. نهر الامازون ده يعتبر اكبر واوسع سهول فيضيه. اوسع سهول فيضيه فين يا جماعه؟ في العالم. يبقى مستر تحتيه نهر الامازون، ده اكبر نهر في الكون. تمام. وفي الجنوب عندي سهول لابلاتا اللي هي بتسمى سهول بنباس. فيها بقى؟ نهر بارانا يجري بها انهار زي نهر بارانا ونهر باراغواي ونهر لابلاتا، وهم الثلاثه بنسميهم سهول لابلاتا. تاني يبقى عندي جبال اسمها جبال الانديز. اما بالنسبه للهضاب عندي هضبه جيانا وهضبه باتاجونيا، وكمان هضبه اسمها هضبه البرازيل اللي في الكرش دي. هضبه البرازيل دي اكبرهم. طب اصغرهم هضبه اسمها هضبه باتاجونيا. طب عندي السهول الفيضيه فوق لما تبصوا شمالكم عندي اورنيكو او اورينكو.
عندي نهر اسمه في الشمال اورينكو، تمام. عندي بعد كده تحتيه نهر اسمه نهر الامازون، ده اوسع سهول فيضيه. بعد كده طبعا يا جماعه عندي نهر الامازون ده اوسع سهول ايه فيضيه. اما في الجنوب عندي سهول لابلاتا بيجري فيها انهار زي نهر بارانا ونهر باراجواي ونهر لابلاتا، وهم الثلاثه بسميهم سهول لابلاتا او سهول البيمباس. وخلي بالك لو جه قال لك بيصبوا فين هتقول له في المحيط الايه الاطلنطي. طيب لو قال لك نهر الامازون بيصب فين هتقول له برضه في المحيط الايه الاطلنطي. طيب كلام جميل جدا جدا جدا. طبعا انت عارف هنا محيط اطلنطي وهنا محيط هادي. طب تعالى نبص كده بصه جميله. بصوا كده يا جماعه اهو، بيقول لي انت عندك الجبال، جبال الانديز هي سلاسل جبليه مرتفعه موجوده في غرب الايه القاره، طبعا تقترب من سواحل المحيط الايه الهادي، عشان كده الساحل ده بيبقى ضيق نظرا لاقتراب جبال الانديز منه. هي تمتد من الشمال رايحه للايه للجنوب لان هي جايه من الشمال للجنوب. طيب حلو قوي. اما الهضاب فيها هضاب كتير، وقال لك يا مستر هضبة جيانا وكمان هضبة باتاجونيا وكمان هضبة البرازيل، واحدة في الجنوب واحدة في الشمال واحدة في الشرق، وده احنا عارفينه. أكبرهم مين؟ البرازيل. طب أصغرهم مين؟ باتاجونيا. بعد كده دخلنا على السهول، قال لك عندك سهول ساحلية. طبعا السهول الساحلية احنا قلنا غرب أمريكا الجنوبية هي سهول تتميز بالإيه؟ بالضيق. قلت لك ليه؟ لاقتراب جبال الانديز من ساحل المحيط الايه؟ الهادي. طبعا كمان يا مستر قلت لك انت عندك ساحل المحيط الأطلنطي في الشرق وشمال أمريكا الجنوبية، ودي طبعا سهول تتميز بالايه؟ بالاتساع، وهي سهول تتميز بالاتساع. اما السهول الفيضيه قلت لك طبعا السهول الفيضيه نهر اورينكو ده موجود فين؟ في الشمال، وده بيصب في المحيط الايه؟ الاطلنطي وبالتحديد في البحر الايه؟ الكاريبي. اما حوض الامازون او نهر الامازون ده اوسع سهول فيضيه في الايه؟ في العالم، يجري فيها نهر زي نهر الايه؟ الامازون بروافده العديده ويصب في المحيط الايه؟ الاطلنطي. المهم حوض الامازون ده اوسع سهول فيضيه في الايه؟ في العالم. طيب بيصب فين؟ لسه قايلها لك طبعا وانا بشرح لك فوق، قلت لك بيصب في المحيط الايه؟ الاطلنطي. اما سهول لابلاتا اللي هي البنباس دي طبعا بتمتد من الشمال الى الجنوب، قلت لك وبيجري فيها انهار زي بارانا وباراجواي ولابلاتا، وقلت لك هما الثلاثه يبقوا سهول لابلاتا او البنباس وبيصبوا في المحيط الايه؟ الاطلنطي. طيب عندي هنا مستر دي القاره بتاعت استراليا. قاره استراليا مهمه جدا، بيقول لك ان قاره استراليا فيها جبال، فبيقول لك ايه بقى؟ قاره استراليا اسمها الاوكيانوسيه او الاوكيانوسيه، فبيقول لك اما الجبال الاوكيانوسيه جبال القلب الاستراليه، وليها اسم اخر كبير اللي هو اسمه جبال الحاجز الكبير. يبقى انا عندي الجزء ده يا جماعه كده اسمه جبال الحاجز الكبير، هي تمتد في شكل قوس ويختلف مسمياتها. وقلت لك في الشمال هنا كده اسمها طبعا شمال شرق اسمها جبال الحاجز الايه الكبير، وفي الجنوب جبال الحاجز الايه الكبير. طيب صلوا على النبي. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن جزئيه مهمه قوي، قلت لك ان هو فيها انهار زي نهر ماري ونهر ايه؟ دارلينج. نهر ماري ونهر دارلينج دول بيصبوا الاثنين، هم طبعا سهول فيضيه، بيصبوا الاثنين في خليج اسمه كبير اسمه الخليج الاسترالي الكبير. يبقى نهر ماري ودارلينج بيصبوا في خليج الاسترالي الكبير. وخلي بالك ان انت عندك في استراليا هضبه اسمها الهضبه الغربيه، دي طبعا يا جماعه واخده نص مساحه ايه؟ قاره استراليا، عشان كده بنقول ان قاره استراليا بيسودها المظهر الايه؟ الهضبي، عشان الهضبه الغربيه واخده نص مساحتها. كمان يا مستر الصحراء موجوده في داخل وغرب، وطبعا انت عارف ان الصحراء طالما موجوده داخل وغرب قاره استراليا يبقى كده يا مستر بتقل فيها او تندر فيها الميه اللي هو ايه؟ تبقى فقيره في الميه. يبقى تقول لي اما الصحاري داخل وغرب، وطبعا فقيره في الميه. عندك صحراء سيمبسون وصحراء الرمليه الكبرى وصحراء فيكتوريا الايه؟ الكبرى. طيب قال لك بص كده اهو، قال يا مستر انت عندك جبال الحاجز الايه؟ الكبير اللي هو القلب الاستراليه، وهي تمتد على الساحل الشرقي، طبعا بتمتد في شكل ايه؟ قوس، وبتنقسم الى مجموعتين، الحاجز الكبير في الجنوب والحاجز الكبير في الشمال الايه؟ الشرقي. طبعا بتتميز بارتفاعها وبيقطعها بعض الانهار اللي هو نهري ماري وايه؟ ودارلينج. كلام جميل قوي. الهضاب عند الهضبه الغربيه، والهضبه الغربيه دي يا جماعه قلت لك تشغل نص مساحه الايه؟ القاره. وكمان قال لي يتميز معظمها بالاستواء او معظم سطحها مستوي، هي واخده نص الايه؟ القاره ومعظم سطحها مستوي.
السهول يا جماعه، انت عارف ان السهول عندك سهول ساحليه موجوده فين؟ السهول في الشمال والغرب والجنوب، شمال وغرب القاره وجنوب القاره في سهول ساحليه، ولكن هي بتضيق في الشرق. قلت لك برضو نفس الكلام، ليه بتضيق في الشرق عند المحيط الهادي؟ هتقول لي نظرا لاقتراب جبال الحاجز الكبير منها او من الساحل. طيب بعد كده انت عندك السهول الفيضيه. اتكلمنا عن السهول الفيضيه، قلت لك انت عندك نهري ماري ودارلينج، ودول بيصبوا في خليج اسمه كبير، عندك اسمه الخليج الاسترالي الكبير. كلام جميل قوي 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 قوي. طيب بعد كده عندي سهول صحراويه، اما الصحاري داخل وغرب، وطبعا بتكون ايه يا جماعه؟ فقيره في الميه. وبكده يا جماعه بفضل الله احنا خلصنا الدرس الثاني في الجغرافيا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واي حاجه تحتاجوها اكتبوها لي في التعليقات، ويا ريت تشير الفيديو لاصحابك وتعمل لايك سبسكرايب وتدعمنا، واشوفكم على خير في بقيه الحلقات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.